ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم مريم. اليوم إن شاء الله غدا نقدم لكم طريقة ناجحة بإذن الله لتحضير الخميرة البلدية. نشوفوا المقادير. عندي هنا 190 غرام من دقيق القمح، ملعقة كبيرة من دقيق الحمص، 3 حبات من الفول اليابس اللي سبق لي قسمته على 2، وماء دافئ. غدا نقوم بخلط المقادير ونضيف الماء تدريجيا كيف ما كتشاهدوا حتى تولي بحال عجينة الكيك. وغادي نقوم بوضع الفول بحال هذا الشكل هذا في الوسط، بحال هذا الشكل هذا، ثم غادي نحتفظوا بها في مكان دافئ ونغطيوها. كنغطيوها وكنحطوها في مكان دافئ لمدة 2 إلى 3 أيام، يعني على حسب الجو. ملي تبان لكم ضعف الحجم ديالها غادا تصبح صالحه للاستعمال، ويمكن لكم ايضا تحتفظوا بها في الثلاجه. وفوق ما بغيتوا تستعملوها في الخبز غادي تاخذوا يعني تقريبا ثلثين منها، والثلث المتبقي غتحتفظوا به وتقوموا بنفس العمليه. يعني غادي تضيفوا عليها الماء دافئ والدقيق، وداك الثلثين غادي تضيفوه في الخبز، وكتبقى عندك دائما يعني ما كتقطعش. الاشاره في الايام الاولى ما كتكونش كتخمر مزيان وكيكون فيها يعني مذاق حميمض شويه. مع المده وكثره الاستخدام كتصبح جاهزه وممتازه. هي عندي جاهزه، سبق لي حضرتها هذه اكثر من سنه وانا كنستعملها في الخبز، مسمان، سفنج، اي حاجه كيخصها تخمر يمكن لينا نستعملوها فيها، ماشي غير الخبز. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنا خمرات يعني احتفظت ليا، وكتكون في هذا الشكل يعني كيكونوا فيها فقاعات بحال هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا طريقه سهله. كنتمنى يكون الشرح ديالي واضح وتجربوها.